ازيكم جميعا عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن دمج الالوان. هنرسم الرسمه البسيطه دي وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه، هنعرف ازاي نعمل الباليت بتاعتنا ونخلط الالوان بتاعتنا. انا الصوره اللي قدامي دي انا جبتها من على بنترست عادي، وعملت حاجه بسيطه خالص. هنا في برنامج بروكرييت بيسمح لي ان انا انزل الالوان اللي موجوده في الصوره بالطريقه دي. بدوس على علامه البلس اللي فوق دي كده، وعندي بيبقى فيه كذا اوبشن، بختار الاوبشن اللي هو نيو فروم فوتوز، ولما بفتح الاوبشن ده بيفتح لي الجاليري، بختار الصوره اللي انا عايزاها. هنا اخترت الصوره دي، اوتوماتيك هيطلع لي الالوان بتاع اللي موجوده جوه الصوره يحطها لي عندي. طيب الطريقه دي كويسه جدا وحلوه قوي، مفيش اي مشكله فيها، بس يعني ما بتبقاش مظبوطه 100% طول الوقت. ليه ما بتبقاش مظبوطه 100% طول الوقت؟ يعني هنا طبعا هي اصلا الصوره بسيطه، هي عباره عن فلفلايه، مفيش حاجه يعني complicated. بس لو الصوره بورتريه او الصوره مش واضحه او الاضاءه ضلمه، فهنحتاج ساعتها نشغل عينينا، نهتم ان احنا نعمل الباليت بتاعتنا، ما نعتمدش بس على الباليت اللي البروكريت طلعها لنا. طيب ازاي نعمل احنا الالوان بتاعتنا او نخلط الالوان بتاعتنا؟ دايما في كل في اي حته، يعني خليني بس ارجع تاني الباليت. بنبدا بثلاث الوان اساسيين، الاصفر والاحمر والازرق، وبعدين بنبدا نخلطهم. فخلينا كده نبدا الوان عاديه، ادي ازرق، تمام، وادي احمر، وادي اصفر. طبعا هو مش اصفر بيور، بس يعني ايه، هذا اصفر احسن. اوكي، طيب عندي كده ثلاث الوان. انا ممكن اخلط الالوان دي، اطلع الالوان اللي موجوده عندي واعمل الباليته بتاعتي. بحاول اشوف انا عيني شايفه ايه. يعني انا لما باجي اشوف كده هنا بشوف الوان مختلفه، بلاقي لون جاي على لبني شويه او ازرق فاتح قوي. ممكن في الاول لو انتوا لسه بتتعلموا تلونوا ما تلاحظوش الحاجات دي بعينيكم، بس مع التمرين هتعرفوا تقدروا تشوفوها. طيب انا باجي مثلا اخد اللون ده ولون ازرق واحطهم كده على بعض، ممكن شويه اصفر نقطه كده، وبعدين اجيب سموتش تول وابدا اسيح الالوان دي على بعض. سوري. لما بسيح الالوان على بعض بيطلع لي درجات مختلفه. لما باجي كده اعمل بيك للون، بصي يطلع لي كام درجه. هنا اللي كان فيها اصفر، هنا شويه احمر غامق. خلينا نطلع الالوان اللي موجوده. طبعا ده الاحمر اللي هو السك اللي احنا لسه حاطينه. هنا طلعنا درجه تانية. لو بعدنا شويه عند الازرق في درجه تالتة. لو جينا عند الاصفر شويه درجه رابعه. طلعنا كذا درجه من مجرد ان احنا خلطنا الالوان ببعض. لو خلطنا الالوان ببعض بشكل زياده شويه، لو انا زودت مثلا الاصفر خليته اكتر شويه وبدات اخلط، هيطلع لي لون على اورنج شويه. فانا بتحكم في الدرجات اللي انا عايزاها، عايزه افتحهم بجيب اللون الابيض وابدا اخلط برضو كانك بترسم بالوان زيت او الوان اكليريك عادي جدا، عشان تطلع الدرجات اللي انت شايفها قدامك في الصوره. طيب انا هنا طلعت فوق يعني طلعت 4 درجات او 5 درجات، وممكن اطلع اكتر بكتير. طيب انا لما بقعد اركز في الصوره اللي قدامي بحاول اشوف كل الدرجات. مثلا عايزه اجيب اللون الاخضر، فبجيب اللون الاصفر، اجيب شويه ازرق وابدا اخلطهم مع بعض. طبعا هو مش هيجيب لي الحاجه بيور زي ما يكون الوان زيت، بس يعني ايه، هيجيب لي الدرجه اللي انا عايزاها. بس جاب درجه اخضر غامقه شويه، ممكن لو حطيت عليه احمر نقطه كده كاني بتعامل فعلا بالوان زيت. اشوف ايه الدرجه اللي هتطلع لي. بحاول اطلع كل الدرجات اللي اقدر عليها من الثلاث الوان دول، ومعايا طبعا الابيض والاسود زي ما انا عايزه. طيب بعد ما اطلع الالوان دي بجيب باليت جديده، بجيب كده بعمل باليت نيو باليت اهو، بيطلع لي باليت فاضيه. ببدا احط الالوان اللي انا طلعتها
بعمل كده بيك للون، بدوس عليه وابدأ احطه. ده انا طلعته قبل كده. اوكي ديليت. ماشي. طيب لو تلاحظوا هتلاقوا يعني في الوان كتير موجودة هنا. طبعا دول الاحمر الاساسي موجود معانا كده كده محتاجينه. تمام، ده قريبين قوي من بعض فهشيل ده. فبنفضل نشتغل بالطريقة دي لغاية ما نكون الشكل اللي احنا عايزينه. هزود هنا الابيض شوية عشان اطلع لون فاتح قوي. اوكي احطه. فبنبدأ نشتغل بالطريقة دي طريقة تخليط الالوان. بنعمل كده في كل حاجة، هو 3 الالوان الاساسية وببدأ اطلع منها كل حاجة تانية. هنا مثلا هوريكم اكزامبل تاني ليه الصورة دي. لا بس ثانية واحدة اوريكم الصورة الاساسية، الريفرنس الاصلي كان عامل ازاي. لا مش دي، الريفرنس هنا اهو. تمام اهو الريفرنس الاصلي. الصورة غامقة جدا. لو جيت عملت بيك للون هيطلع لي الوان كلها جاية على رماديات وضال جدا، هتلاقي اللوحة معاكي طلعت بقت غامقة. فايه اللي انا عملته، بدأت اخلط الالوان بره وبعدين اشتغلت بيها. يعني لو دوست على الفيديو عشان اوريكم التايم لابس، انا اشتغلت على طول من غير ما حطيت الالوان البلوكات على طول من غير ما اعمل سكتش. لو تلاحظوا هنا في الجنب انا بدأت اخلط الالوان على جنب وميكس واعمل الدمج بينهم عشان اطلع الدرجات اللي عيني شايفاها. طبعا الملامح مطلعتش مظبوطه 100% عشان ما كنتش عامله سكتش، بس يعني في الاخر انا راضيه عن النتيجه. بس كل الالوان اللي طلعت هنا ما جبتهاش من الصوره دي، ما حاولتش حتى اطلعها بان انا ادوس بيك للون او ان انا انزل الصوره عندي في باليتات الالوان. التمرين ده بيخلي عينيكي بتشوف اللون، بتخلي انتي بتتخيلي كده اللون ده هنا فيه ايه. لو حطيت الاحمر على الازرق على الاصفر هيطلع لي لون غامق، لو زودت شويه نقطه اسود عليه هيطلع لي لون عامل ازاي. بتقعدي تلعبي بالدرجات لغايه ما تطلعي كل الدرجات اللي انت محتاجاها وتعملي الباليت بتاعتك. طيب نرجع للصوره بتاعتنا. اوكي دي الالوان اللي عيني شايفاها، بس طبعا وانا شغاله على فكره ممكن اعمل الوان تانية، وطول ما انا شغاله ممكن ايه اغير الالوان بتاعتي. انا هنا حطيت الالوان بتاعتي، خليهم معانا لو احتاجنا لهم. تمام، نجيب هنا لون بقى، اي لون موجود عندنا نعمل بيه السكتش بس. اوكي احسن حاجه في الديجيتال ارت انك ممكن تصلح وتظبط زي ما انت عايز بالليكويفاي تول بالسلكشن تول. دلوقتي بعد ما اخلص السكتش هبدا اظبط فيه، لو في حاجه مش مظبوطه هبدا اظبطها. هصغر حجمه شويه كده بس واظبط شكله. ثواني في السنابنج اصغره شويه. مش لازم السكتش يبقى مظبوط 100%، بعد كده هنظبطه زي ما احنا عايزين. هنا مثلا هجيب الليكويفاي تول وابدا اظبط شويه حاجات. الليكويفاي تول دي اداه موجوده في معظم برامج الرسم، بس مثلا برنامج سكتش بوك مش موجود فيه، بس برامج التانية كلها موجود فيه. بس بيبقى يعني مش بنفس الكفاءة اللي في برامج. ممكن مثلا في برنامج هاي بينت ان شاء الله هيبقى ليه فيديو لوحده،
مش حلو زي الليكويفاي تول هنا، يعني بحسه تقيل جدا عشان يظبط وبيخلي الحاجه مبكسله وشكلها مش حلو. بصوا هنا بقدر احرك واغير شكل الحاجه اللي انا السكتش بتاعي زي ما انا حابه عشان اظبط السكتش بتاعي. تمام. طيب ماشي، واحنا شغالين ممكن نظبط اكتر، مفيش مشكله. اعمل هنا دوبليكيت عشان يبقى باين اكتر. طب نبدا بقى في التلوين. انا هجيب براش موجوده اوريدي في البرنامج عشان ما حدش يسالني الفرشه فين. فرشه عاديه نازله ديفولت على برنامج بروكرييت، موجوده في ارتستيك براش سيت اسمها بليم سول. انا بحب اشتغل بيها، هي مش كل الناس تحبها، هي مش سهله قوي في التلوين، بس انا بحب الايفكت بتاعها. هنبدا نشتغل. الاول هحط لون، هجيب لاير جديده واحط لون يكون اللي هو الاحمر العادي، لون بس يكون فلات كولر. يعني ايه فلات كولر؟ يعني الحاجه بتاعتي كلها هحط فيها لون جامد ما فيهوش اي حاجه، وبعد كده على لاير جديده هبدا احط بقى الظل بتاعي والنور واظبط الحاجات التانية. كده اول لاير في التلوين بتبقى فلات كولر زي ما انتوا شايفين. لو خرجنا بره السكتش عادي جدا، كل ده كده كده السكتش هيتشال في الاخر، وهنبدأ نظبط كل التفاصيل دي. نجيب اريزر، هشتغل بنفس الاريزر نفس البراش يعني، بس بالاريزر ارتستيك بينسول برضو عشان يبقى نفس الايفكت. اوكي طيب، هجيب لاير تانية عشان اعمل الجزء الاخضر ده. هجيب برضو لون فلات كولر، ومن الفلات كولر ده هنبدأ نعمل اللي احنا عايزينه. ليه حطيت كل لون لوحده، الاخضر لوحده والاحمر لوحده؟ علشان هتشوفوا حاجه، يعني لما اجي اعمل الهايلايت والشادو هعملهم فوقيه، وهعمل كليبنج ماسك عشان ما يخرجش براه. طيب اصغر بس البرش بتاعتي شويه، هظبط شويه حاجات. طيب بعد ما عملنا كده هنبدا ايه بقى في مرحله الايه. انا هنا شلت السكتش وهبدا ايه مرحله احط الشادو واحط الهايلايت. هاجي فوق هنا الجسم بتاع الفلفلايه دي، هاجي كده لاير جديد واقوم عامله كليبنج ماسك عشان اي حاجه هرسمها عليها ما تخرجش بره الشيب ده. هنجيب لون اغمق شويه ونبدا نعمل الشادو كده. اوكي انا عملت الشادو بلون غامق، ما لعبتش في حاجه، مجرد بس جبت اللون الاغمق عشان احنا عايزين نتعلم ازاي نشوف اللون. في طرق تانية ممكن تستخدمي نفس اللون الاحمر وتخلي تغيري المود بتاع اللاير، بس يعني مش لازم نعملها النهارده عشان ما نتلخبطش. طيب هنا نعتبر ايه شويه عملنا شادو، بس ايه في شادوز تانية بس بلون افتح شويه، فهجيب لون افتح حاجه بسيطه واعمل زي ما انا عيني شايفه. انا مثلا عيني شايفه ان اللون ده مختلف، اللون ده في هنا لون شويه جاي على جريش او رمادي، قالب على رمادي شويه، فهنحطه
هنا عايزين احمر غامق. طيب هجيب السمادج تول وبرضو هستخدم نفس البراش بتاعت اللي احنا شغالين بيها في السمادجنج او في الدمج. هجيب كلمة ارتستيك تيب بلمسول برضو. هبدأ احاول ادمج الحاجات دي ببعضها عشان اسيح الالوان على بعض. كل اللي انا بعمله ان انا بلمس الشاشة بالقلم، بخبط كده بالقلم حاجة بسيطة، بلمس اللون عشان اوزعه. طيب كل ده وانا قدامي قدامي الريفرنس بتاعي عيني عليه. طيب هاجي في لاير فوقيها وهخليه اللاير اللي فوقيها دي برضو كليبنج ماسك عشان ما تخرجش بره الجسم اللي هو بتاع الفلفلايه. وهعمل الهايلايتس. هجيب الوان فاتحه بقى وابدا اعمل الهايلايت بتاعي. كل ده لما اجي ادمجه في الاخر هيبقى اهدى بكتير وشكله الطف بكتير. بنحط اماكن اللي احنا شايفين فيها فواتح وابدا ادمج. اصغر البرش بتاعتي شويه. تمام. طيب دي شكلها رهيب جدا، شكلها فظيع عشان دي لسه احنا في الاجلي ستيج او المرحله اللي هي شكلها وحش، بس هنستحمل عشان في الاخر نوصل للنتيجه اللي احنا عايزاها. انا كل اللي بعمله ان انا بحط مكان ما انا شايفه ان فيه فاتح وبسيح اللون بالسمادجنج تول. طيب هجيب هنا مثلا ليكويفاي تول واحرك شويه الشكل بتاع الهايلايت اللي انا لسه رسماه عشان يبقى قريب من الصوره. هاجي في المكان بتاع الشادو او اللاير اللي عليها الشادوز واحط الوان تانية انا شايفاها. في احمر فاتح شويه هبدا احطه هنا في الحته دي. اللي عيني شايفاه ببدا احطه. هدمج الشادو هنا شويه. طيب قبل ما اعمل اي حاجه تاني هظبط شويه في الشكل بتاع الفلفلايه قبل ما نشتغل اكتر. هعمل سيلكت على كل حاجه، على كل الشيبس بتاعتي، وهبدا اشتغل بالإكويفاي تول عشان اعدل في الشيب بتاعها اكتر. يعني مثلا هغير هنا الاخضر اللي فوق ده، هبدا اكبره شويه عشان يبقى قريب للصوره. هعوج الفلفلايه ذات نفسها شويه عشان تبقى قريبه من اللي في الصوره. هدخل دي كده شويه. هبدأ اعدل شويه في الشيب بتاعها عشان يبقى قريب من اللي في الصوره. طيب هاجي على الجسم الاساسي اللي هو اللون كنا مستخدمين فيه لون احمر فلات خالص، وابدا اعدل شويه في الشيب. احنا طول ما احنا ماشيين بنظبط في الشكل بتاعنا. ودي احلى حاجه في الديجيتال ارت، ان مفيش حاجه اسمها الرسمه باظت، دايما في حل ان احنا نصلحها ونظبطها.
هنجيب الليكويفايد تول، بس اتاكد ان انا عامله سيلكت على كل حاجه. نظبط كده شويه. طيب هنرجع تاني للشادو ونبدا نعمل دمج اكتر للون بتاعنا عشان ما يبقاش فيه خطوط واضحه. هجيب اللون الغامق تاني وايه هلون في الحته دي كده عشان اعمل وهم ان في حته داخله جوه. انا بفضل اشتغل لغايه ما اوصل للشكل اللي انا راضيه عنه. يعني بص هنا هعمل هنا دمج للهايلايت او اللون الفاتح ده لتحت شويه. بفضل مركزه في الريفرنس بتاعي واحاول اطلع الحاجه مظبوطه على قد ما اقدر. وزي ما انتم شايفين انا ما اشتغلتش غير ببراش واحده. هنيجي عند البارت الاخضر اللي فوق ده وابدا اظبط فيه شويه، اعمل له دوبليكيت واصلح شويه في الشيب بتاعه او اخليه شارب شويه. انا هنا بمسح الايه شويه من الاوتلاين عشان يبقى شبه الصوره او قريب من الصوره. اوكي طيب هنيجي نعمل نفس الستبس او نفس الخطوات. كليبنج ماسك برضو على لاير فوقيها واجيب لون اخضر اغمق شويه او خلينا في الفاتح الاول. اوكي نحطه كده هنا. هجيب لون اخضر غامق ده اغمق اخضر. هجيب هنا من مش ما طلعليش هنا، هجيبه من باليت تانية وابدا اشوف الشادو جاي منين. جاي هنا دلوقتي عشان انا عامله كليبنج ماسك فكل حاجه في مكانها، مش قلقانه ان الحاجه تبوظ او اي حاجه تخرج بره. هرجع للشيب الاساسي بس اظبط شويه حاجات. انا مختاره براش صعبه عشان تتاكدوا ان اي براش تقدروا تلونوا بيها ان شاء الله. يعني لو براش عريضه كفايه مش رفيعه ولا بتاعه سكتشنج هنعرف نلون بيها ونطلع بيها شغل كويس. طيب هنجيب لون ثواني هجيب هنا في الكليبنج ماسك هجيب لون فاتح شويه. ممكن اجرب الالوان اللي انا طلعتها. اللون ده كان فاتح كنت مطلعاه في الباليت الاولانيه اللي كنت عاملاها. يعني انا لا حاسه ان اللون اللي انا اخترته بعناية كان موفق اكتر من الالوان اللي موجوده في الصوره اللي انا طلعتها من البرنامج. هبدا اسيح كده. طيب هجيب اللون الاحمر قوي ده وهحطه هنا في النص. انا معلش سوري انا لسه هنا. هاجي بقى هنا عند الهايلايتس بتاعه الفلفلايه شوف هحط اللون القوي ده فين. لا انا مش عايزه اللون ده، اجيب لون تاني. اوكي ونعمل دمج. طول ما احنا ماشيين شغالين بنبص عيني رايحه جايه بين الرسمه بتاعتي وبين الصوره عشان احاول اظبطها على قد ما اقدر.
انا بعتذر لو الفيديو طويل، بس علشان لما بتشوفوا الحاجة ستيب باي ستيب بيبقى احسن. انا بسيح لون. كل اللي انا بعمله اني شغاله بين البرش والسمادج تول. البراش دي انا كنت بحبها علشان بتديك ايفكت الالوان، او الوان الاكليريك او الوان الزيت او اي الوان. بس في طبعا فرش تانية بتبقى فظيعة في التلوين برضو، زي مثلا في فرشة حلوة قوي هنا في بروكرييت في البراش سيت بتاعت فين احنا قلت في بينتنج الوات اكليريك. مش ناس كتير بتحب تستخدمها، بس هي برضو حلوة جدا وانا بحس ان هي مهدور حقها، لان هي بتشتغل. هوريكوا ازاي بتشتغل. ضربة الفرشة بتاعتها شكلها رياليستيك قوي، وهي خفيفة، يعني بتبدأ خفيفة. يعني خليني اروح للاير جديد خالص عشان اوريكم. بصي بتبقى خفيفة وبتقدر تبني عليها اللون، ففظيعة، بتدي افكت حلو قوي في الشغل. طيب هاجي على الجسم الاساسي وابدأ ايه اظبط. الحروف بتاعته. طيب ماشي، هاجي هنا هنظبط شوية بالليكويفاي تول. اوكي، بس انا هنا عايزة ابقى ماسكة كل الفلفلاية، كل الشيب. اوكي طيب، عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، انا ممكن افضل شغالة فيها كتير جدا يعني بكرة الصبح، وممكن افضل شغالة فيها لغاية ما تطلع زي ما انا عايزة. هطولها بس شوية، حاسة ان هي ايه محتاجة تطول. اوكي، وهعمل لها ظل بتاعها. الظل بتاعها بيتعمل بطريقه سهله قوي، اي ظل اي حاجه عامه او في رسمه او اي حاجه بطريقه بيبقى سهل. هقول لكم ازاي، بس هظبط اكتر الشيب وبعدين اقول لكم ازاي بنعمل الظل. طيب خلينا نعمل الظل على طول. هنجيب لاير جديده، ده لاير السكتش، لاير تانية خالص، واجيب لون اسود عادي جدا وامشي تحت الشيب بتاعي. ثواني هجيب بس برش تقيله شويه، خلينا في البرش الاولانيه اللي احنا كنا شغالين بيها اللي هي بليمسول، وبعدين همشي تحتيها كده
همشي تحتيها كده، احنا كده في لاير تحتيها. تمام. طيب بعد ما عملنا كده بنقف على اللاير دي ونيجي عند الماجيك واند دي او الحته بتاعه الادجستمنتس، واجيب على البلور وامشي القلم فيديني افكت الظل بالمنظر ده. بس وبكده نبقى خلصنا الرسمه بتاعتنا باصعب برش ممكن تلونوا بيها، او هي مش صعبه، هي جميله. فلو عندكم اي اسئله بقى اكتبولي في الكومنتات، ويا رب يكون الفيديو مفيد. شكرا على وقتكم.